السلام عليكم أعزائي، أتمنى أن تكونوا في أطيب أيامكم وأطيب حالاتكم. اليوم لدينا درس وهو عن كيفية إضافة الخطوط لبرنامج ستيكيت، أو نعم، برنامج ستيكيت أو لبرنامج مثلا بيكسار أو أي برنامج يحتاج خطوط يمكن إضافتها. الطريقة سهلة. الآن سأعلمكم كيفية الإضافة. ها هو التطبيق وهو آخر. سنجرب نحن على ستيكيت. أولا تقوم بتحميل الخطوط TTF بصيغة TTF، وبعدها تذهب إلى ملفات، هنا إلى الملفات وتذهب إلى مكان التحميل. أنا سأنعمل نوعا ما في كل هوات، فستجده هنا في داونلود، وبعدها ستجد خطوط اسمها TTF. ها هنا قم فقط بنسخها مثلا هكذا، وبعدها تعمل لها كوبي أو تعمل لها موف، تعمل لها كوبي، وبعدها تذهب إلى ملف البرنامج تجده هنا حسنا انشود مثلا. لا لا أعلم. ها هو اسم الملف، تدخل إليه وبعدها تدخل إلى فونت الخطوط وتقوم بلصق هذه الخطوط. هنا أنا لدي الكثير من الخطوط. سنجرب الآن على بيكسارت، وفي نفس الشيء ها هو البرنامج، فقط ندخل إليه وتجد مرة أخرى هنا فونت، تقوم بإلصاق كل الخطوط. الطريقة سهلة، سأضع لكم رابط الموقع لتحميل جميع الخطوط العربية بصيغة TTF. يجب أن تنجح معكم الطريقة، ومن لديه أي استفسار فقد يتابعني على صفحة معلومات DZ ويسألني على أي سؤال أو شيء عن الخطوط أو أي برامج قمت سابقا بشرحه. إذا سأجرب هنا، ندخل إلى البرنامج مثلا، أو مثلا هكذا مثلا. لإضافة لرؤية هذا الخطوط نذهب إلى تكست، وبعدها نكتب أي خط نريده. أنا قمت بنقل، ها هو الخط الذي قمت بنقله. تضيف فقط خطوط، وطريقة سهلة يا إخواني. شرحت كثير تطبيقات فقط يا إخواني. الآن أنا نهيت هذا. اشتركوا بالقناة ولا تنسوا الإعجاب بالفيديو ومشاركته مع أصدقائكم. سأضع لكم رابط الموقع أسفل الفيديو. سلام.